في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي المترو بيعدي من تحت النيل. اكيد في مرة وانت راكب المترو وهو معدي من تحت النيل فكرت ازاي بيعدي من تحت النيل وازاي عملوا كده اصلا، وده اللي هنجاوبك عليه. مدينة القاهرة تعتبر أزحم مدينة في مصر، وده اللي بيوصل عدد سكانها ل 22 مليون نسمة. ده غير الزوار اللي بيزوروا القاهرة يوميا، وده بيؤدي لزحام شديد جدا في شوارع القاهرة. وفي عام 1982 تم البدء في إنشاء الخط الأول لمترو الأنفاق لتخفيف الضغط عن شوارع القاهرة. وبصراحة فكرة عبقرية، لأن القطر بيمشي تحت الأرض في الغالب، وكمان كهربا، وده حل لفكرة الزحمة وربط القاهرة ببعضها. وفي عام 1996 تم تشغيل الخط التاني لمترو الأنفاق اللي بيمر تحت النيل، ويمتد الخط ما بين محطة شبرا الخيمة والمنيب. لو عايز تشوف الفيديو كامل اضغط على اسم القناة وهيظهر لك الفيديو وتقدر تشوف الفيديو كامل.